أهلا وسهلا بكم في برنامج أو قناة كرويات كروي. معكم أمجد. يا ريت نعمل لايك سبسكرايب لو سمحتوا حضراتكم، لايك سبسكرايب، نشترك في القناة عشان لما ننشر القناة وتبتدي القناة تنتشر في كل حتة نبدأ مع بعض على طول عشان الناس ما تملش مننا. يعني أخبار الزمالك، عندي في لقاء الزمالك والمصري في الدوري العام. هيغيب للأسف طبعا، تواصل غياب شيكابالا، وهيغيب كمان فتوح، وهيغيب الجزيري، هيغيب عمر جابر. طبعا غيابات مؤثرة جدا، خاصة عمر جابر بيلعب في مركز شمال ومركز يمين، وفتوح ملوش بديل في المكان بتاعه، والجزيري حاليا ملوش بديل لأن سامسون عمل مشكلة ومشى، وناصر منسي بعيد عن مستواه ويمكن يمشي من الزمالك، وشيكابالا طبعا لعيب مؤثر غيابه بيفرق مع الزمالك. فأربع لعيبة مؤثرين جدا وانت ما عندكش بدايل والسكواد بتاعك ضعيف شوية، فدي مشكلة للزمالك قدام فريق المصري وقدام مدرب عندي قدرات زي الكابتن علي ماهر. طيب، بالنسبة ناصر منسي، ناصر منسي ممكن يعني الناس اختلفت عليه. انا شفته زمان كان بيلعب في بيراميدز وكان بيأدي اداء كويس. هو في الزمالك مش عارف يعني الكيمياء بتاعته مش ماشيه مع الزمالك، ما خدش وقت طويل، في ماتشات ظهر فيها بعد كده اختفى. يعني هو عامة خلاص هيمشي من الزمالك، واحتمال يكون في صفقة مقايدة، إما بيع نهائي للنادي البنك الأهلي أو صفقة مقايدة مع اللاعب الباك الشمالي اللي هو إسحاق يعقوب. ده بالنسبة لناصر منسي. في لعيب كان في ماتش بيلعب الزمالك ودي، في لعيب أحرز هدف، ولعيب عندي مهارات كده ولعيب حماسي وسريع وبينطلق بالكورة وعندي قدرات حلوة. تم تصعيده فريق قول اسمه حازم أسامة، افتكر اسمه ده حازم أسامة. وفي لعيب مساك اسمه عبد الرحمن علي. وفي طبعا المساك اللي الناس كلها بتحكي عنه، بتقول على قدراته وأداؤه وفارع في الطول ولياقة بدنية، بيطلع بالكرة حلو، بيستخلص كرة بدون فاولات. أحمد رفاعي مستقبل الزمالك مستقبل منتخب مصر. 3 لعيبة تم تصعيدهم الفريق الأول، ده خبر حلو بالنسبة للزملكاوية. وكمان في صرف مستحقات، كابتن حسين لبيب قرر صرف 150,000 جنيه كجزء من مستحقات اللعيبة قبل اللقاء المصري في الدوري العام. هننفرد باسم اللاعب. الفيديو اللي جاي أسماء لعيبة مرشحة للأهلي في الناحية الهجومية. اسمه فاشيون سكالا، اللاعب اسمه فاشيون سكالا. اللاعب ده زامبي بيلعب في نادي الفيحاء السعودي. في خلال 31 مباراة سجل 19 هدف، ده يعتبر طبعا رقم كويس، وعمل 6 أهداف 6 أسيست. ده مرشح للزمالك، بيلعب في المنتخب الزامبي كمان. اسمه فاشيون سكالا، عمره 27 سنة. بالعيد خلاص بالعيد يعتبر ظهر من الأهلي والتقوا بيه، فبيقول أنا عرض الأهلي، يعني عرض الأهلي أصلا أكبر من عرض نادي بلجيكي، لكن أنا مدرب الجزائر نصحني أروح بلجيكا، ومع احترامي الأهلي أنا بفضل أروح بلجيكا لأن ممكن أحترف وأروح نادي أفضل وابتدي في الدوريات الأوروبية. فده كلام زين الدين بالعيد. طبعا كولر أبدى استياء وكان نفسه اللاعب ده يكون عنده، لأن أحد اللعيبة المميزة زي ما قلنا عليه زين الدين بالعيد، لكن كده خلاص الفرصة راحت. برغم ان الاهلي بيزود العرض او في مفاوضات، لكن هو اللاعب مساره يتجه الى النادي البلجيكي. كولر طلب من لجنة التخطيط والطلب اترفض، ان موديست يعني بعد العقد بتاعه يتمدله 2 شهرين. بيقول انا ماشي من عندي كهربا وسام ابو علي مصاب وانا عايز موديست، فلجنة التخطيط رفضت، وكابتن محسن صالح ابدوا اعتراضهم وقالوا اللعيب ده ما قدمش حاجه، وتعرض عليه فرص كتير ومش بيضيف وما بينتجش في الملعب. ففي صدام بين لجنه التخطيط والكابتن كولر مارسيل كولر. بالنسبه لشريف، الاخبار في الدوري ان شريف هيمشي او هيسيب فريقه محمد شريف. عامة شريف موقفه بالنسبة للنادي بتاعه مش باين، النادي بيقول متمسك بيه والأخبار مش واضحة، لكن الأهلي غير مهتم بضم شريف ومفيش نية لعودة شريف، لأن أرقام شريف في الاحتراف بتاعه أرقام ضعيفة جدا، وفي نفس الوقت هو ماشي عشان مش بيشارك، فمش هيلاقي فرصة إنه يشارك أساسي، فمفيش جديد يعني. فالموضوع من ناحيتين مقفول يعني. لكن هو محمد شريف زمان كان مستواه هايل ومهاجمين خطر، يعني هو لو رجع وتنفض عليه التراب كده واشتغل هيرجع تاني زي ما كان.
اللعيب اللي اصطدم وعنده قدرات هايلة ومتميز وأفضل من لعيبة كتير في الأهلي أحمد القندوسي. طلب إنه يشترك أساسي لو رجع الأهلي. كولر كان قال هرد عليك وسيبني أشوف الدنيا، هرد عليك ويعني أفكر. وكولر رد قال أنا ما وعدش إن أنا ألعبك أساسي. فالقندوسي رفض إن هو يرجع وقال أنا تم إعارتي أو تم بيع الفريق تاني. فكده القندوسي بره الأهلي، وبسبب ان هو زي ما قلنا عايز يبقى اساسي، والكولر يعني مش مقتنع ان هو يخليه اساسي او مش قادر يخليه اساسي لان عندي اختيارات كتيره. لكن هو لاعب مميز وشايفينه احنا بيأدي اداء عالي جدا في سيراميكا، ومن اللعيبه المؤثره ولعيب قدرات عاليه. اللي يعرف العميد الكابتن حسام حسن ويعرف طبعه وبيعرف ان هو لا ينسى الاساءه او لا ينسى اي موقف لعيب بيعمله معاه. فالكابتن حسام حسن هتثبت الايام ده في المنتخب اذا استمر الفتره اللي جايه. مش هيعدي موقف امام عاشور، هيبتدي بالتدريج يخليه يلعب اوقات قليله وهتشوفوا الكلام ده. كابتن حسام مش من النوع اللي هو يعني اللي هو مثلا يحصل موقف او يحس ان هو مثلا اهين او لعيب يعني مش عاوز اقول اهين، يعني لعيب تطاول او حصل موقف مش ظريف في حق الكابتن حسام. كان كابتن حسام من الشخصيات القوية، وهيكون ليه موقف مع الكابتن إمام عاشور عن الموقف اللي عمله، لأن هو حسام حسن وكابتن حسام بيحب الضبط والربط وشخصيته كده ومنضبط وعنديه حزم. فهتلاقيه موقف زي كده ما يعديش بالسهولة، وهتشوفوا الأيام اللي جاية تثبت الكلام ده مع الكابتن حسام حسن. نتمنى له التوفيق كابتن حسام في المنتخب، نتمنى المنتخب يصعد لنهاية كأس العالم، نتمنى التوفيق للمنتخب في كل ماتشاته إن شاء الله. وكان معاكم أمجد كرويات كروي. متنساش نعمل لايك سبسكرايب للفيديو لو سمحتوا، لايك سبسكرايب ونشترك في القناة ونعمل فولو لصفحة على الفيسبوك ونتابع التيك توك. تحياتي للجميع وإلى اللقاء. Like, subscribe, ya Amir.